السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ غاية بخير مهنيين ان شاء الله كامل كيوصكم لا فيديو كامل تكونوا بخير ومهنيين باحسن الاحوال. وباش ما تمنيتو دائما نقول لكم مرحبا بالمشتركات الجدد والمشتركات كاملين، ونقول لكم الدار داركم. ان شاء الله راكم تستفادوا، ان شاء الله يعجبكم المحتوى. كما راكم تشوفوا لي وجدت لكم وصفه شابه بزاف بزاف. وصفه البسباس بالزيتون، يعني اللي ما ياكلهاش البسباس اليوم راح ياكلوه لكم. كما راكم تشوفوا يعني الطبق جد بسيط ورقي، يعني شكلا ومذاقا. هنا كما راكم تشوفوا المكونات جد بسيطة. واش نسحقوا يعني البصل، حبة كبيرة أو زوج صغار. نسحقوا أنا هنا كما راكم تشوفوا درت 3 بسباسات، وانتم حسب الأفراد تاع العائلة تاعكم، يعني على حسب الشي اللي في الدار، على حسب شحال في الدار. انا درت هنايا عبر تاع زيتون، يعني كما راكم تشوفوا غرفيه تاع شوربه. نسحق يعني مرسو تاع اللحم ولا تاع اللي كان ستر ولا فخاد ولا الشي اللي عندكم. نسحق الملح والفلفله كحله والسكنجبير وعود تاع قرفه كذلك. يعني هادو هما المكونات اللي نحتاجوهم. انا كما قلت لكم دائما نطيب بالسمن بزاف. ونسحق غرفه كبيره تاع السمن وزوج مغارف تاع زيت. كيما راكم تشوفوا راني درت السمن داب وحطيت عليه زوج مغارف تاع زيت. واللي ما عندهاش واللي ما تقدرلوش عادي البنات، كل وحده وكيفاه. هنا كيما راكم تشوفوا البصله قطعتها يعني كيما راكم تشوفوا فيها. تبغوا ديروها في الاشواط تربوها كامل ولا تخلوها كيما هكا من الاحسن. هنا كيما راكم تشوفوا جبت لك المرسو تاع الدجاج اللي عندي، يعني الشيء اللي عندكم حسب الحاجه والشيء اللي عندكم البنات. انا عطيتكم الطريقه وعطيتكم الوصفه وانتم ما راكوش متقيدين. تقدروا ديروها بالكفته تاع الدجاج كذلك عادي البنات، كيف تجي يعني الوصفه هذه ولا اروع. يعني تجي شابه بزاف بزاف. وسيتو اللي ما ياكلوش البسباس، كاين بزاف اللي ما ياكلوش الخضر كما تعرفوا، سيتو الاطفال. انا صراحه الوصفه هذه ياكلوها لي للامانه. هنا كما راكم تشوفوا حطيت البصل وحطيت الدجاج خليتهم يتقلاو وزدت عليهم البسباس قطعته كيما راكم تشوفوا. هادو غير 3 حبات البنات، يعني 3 حبات قطعوا لك كميه مليحه. يعني والله العظيم تقدروا ديروا حتى حبه ولا زوج. يعني دائما نقول لكم على حسب افراد العائله تاعكم. انا هنايا خليته يتقلى مليح مليح ودرت الزيتون يغلي. الزيتون غليته 5 دقائق فقط البنات، يعني خليته 5 دقائق يغلي. يعني صراحة شوية مالح، يعني خفت على جال الملح. وكي يكون الزيتون عندكم مليح عادي البنات. انا الزيتون عندي كان شوية عنده الملح زيادة، علاش غليته 5 دقائق. وتا هو خليته يتقلى مع الخضره هذه كيما راكم تشوفوا. انا التوابل دائما نرميهم في التالي، ما نرميهمش في الاول، وانتم حسب الحاجه البنات. يعني انا نفضل كي نقلي الماكله مليح وسيرتو كي تقلوها بزاف، يعني انا نقصلها على نار قليله ونخليها تتقلى. نتوما الا كان ما تقلوش الماكله تاعكم بزاف تقدروا ديروا توابل. انا صراحه ما نبغيش التوابل في الاول، خاطرش علاش كي نقلوا بزاف بزاف التوابل ينحرقونا على بها ما نبغيش. سيتو كي تكون لاصوص بيضه ولا كما تعرفوا. هنا نخلو الطاجين تاعنا يطيب كما تعرفوا. انا خليته يتقلى مليح مليح، يعني ما غاديش يشد لي بزاف في الطياب وتشوفوه واجد. وان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تجربوه. هنا كما راكم تشوفوها ولا الطاجين تاعي واجد وشاهدكم في الجنه البنات، واللي توحم تسمح لنا. هنايا كما الوصفه هذه تقدروا تستعملوها للضياف، تقدروا تستعملوها في رمضان ان شاء الله ربي يعطينا عمر. هنا كما راكم تشوفوا المعقوده مع الكبده، انا كنت راح ندير لي فخيت وليت درت المعقوده. يعني انا من عشاق المعقوده اخواتي. شاهدكم في الجنه البنات. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش الاشتراك والبارطاج وتفعيل الجرس فضلا ليس امرا. ومع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه.